مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان. برحب بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر. النهاردة مع حضراتكم هنتكلم عن ملف النقل والمواصلات، وبالتحديد هنتكلم عن استراتيجية تطوير الطرق وإنشاءات الكباري والتوسعات. الحقيقة الدولة مخصصة ميزانية أكثر من 500 مليار دولار من أجل هذه التطورات، وأيضا يعني خطة التطوير بتشمل العديد من المحافظات. احنا بنتكلم على نطاق المحافظات وأيضا على نطاق القرى، وأيضا القرى والمناطق اللي تم إدراجها للمبادرة الخاصة بحياة كريمة. يمكن ناس كتيرة ما تبقاش عارفة الإيجابيات اللي ممكن تحصل عليها الدولة من تطوير النقل والطرق والتوسعات والكباري. يمكن الناس بتفتكر ان هي بتختصر المدة الزمنية فقط، ولكن هي الحقيقة طبعا بتخلصنا من التكدس المروري والازدحام والاختناق المروري، الى جانب طبعا انها بتوفر على الدولة اكثر من 8 مليار دولار غرامة سنويا بسبب الوقود والمحروقات. تفاصيل كتيرة هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة مع ضيفنا اللي بيسعدنا بوجوده معانا في الحلقة. معانا الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي. أهلا بك يا فندم، منورنا بوجودك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في ناس كتيرة طبعا بتشوف التطورات الموجودة والإنشاءات أو الكباري أو التوسعات للطرق إن هي مجرد إنها بتختصر الوقت فقط، ولكن هي زي ما قلت كده في البداية هي طبعا بتجنبنا التكدس والازدحام المروري، بتجنب الدولة خسائر ممكن تصل ل 8 مليار دولار سنويا بسبب المحروقات. طبعا احنا بنتكلم على التوسعات بقى الخاصة كمان والطرق الخاصة بالقرى، وإلى جانب طبعا الأولوية اللي بتقدمها الدولة للمحافظات أو القرى اللي طبعا بتندرج تحت قائمة حياة كريمة. فخلينا كده نستعرض مع حضرتك هذه التطورات، واللي يمكن خلال 10 سنوات استراتيجية كانت بنتكلم على تطوير أكثر من 33 ألف كيلو متر من الطرق. فخلينا نستعرض مع حضرتك هذه التطورات. هو الحقيقة يمكن أي خطة تنمية عشان تبقى ناجحة لابد أنها تستند إلى طاقة كبيرة من البنية التحتية. ويمكن الحكومة المصرية كان ده أحد توجهها أنها تضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، سواء كنا بنتكلم على النقل الطرقي أو النقل بالسكة الحديد، أو حتى استحداث وسائل جديدة من النقل في مصر زي المونوريل، زي القطار الكهربائي الخفيف، وأيضا القطار الكهربائي السريع. وأيضا لحق التطوير النقل البحري في مجال المواني. فالموضوع كان شبكة كاملة من النقل، وأيضا هذه الشبكة متصلة أيضا بمجموعة من المواني الجافة والمراكز اللوجستية. لما بعمل كميات كبيرة من الرصف في الطرق، زي مثلا الخطة القومية للطرق 7000 كيلو اتعملوا مرة واحدة دفعة كبيرة، بالتأكيد ده بيقلل زمن الرحلة، بيخفض تكلفة النقل. المفترض ان ده مفيش اي اعطال في الطريق، وبالتالي مفيش استهلاكات للوقود زي ما حضرتك اشرت كتير، وبالتالي تلوث البيئة والامراض المترتبة عليه برضو بيقل. بالاضافه لكده، وده الاهم، ان انا بربط مراكز الانتاج بمراكز الاستهلاك، وده معناه ان الانتاج بيبقى حركه التجاره اسهل، نفسها، حركه التجاره افضل، ومش بس على المستوى الداخلي، ولكن انا بربطها بالاسواق الخارجيه، لان الطرق دي مربوطه بالمواني والمطارات ايضا. وبالتالي فانا من السهل لمراكز الانتاج انها يوصل لها المواد الخام والسلع الوسيطه اللي هتبدا تنتج بيها، وفي نفس الوقت هي سهل اتصالها بالاسواق الخارجيه، فبيديها ميزه تنافسيه في انها توصل صادراتها بشكل جيد. الامور دي الحقيقه اتعملت بكفاءه عاليه في الفتره اللي فاتت، واحنا اضفنا 7000 كيلو طرق على المحاور الرئيسيه والطرق الرئيسيه، وايضا في صيانه للشبكه القديمه، بالاضافه ان يد التطوير امتدت الى القرى والمناطق العشوائيه، بعض العشوائيات امتد لها ما يسمى برنامج حياة كريمة.
وبالتالي بقى في رصف متعدد في اماكن متعدده. المنظومه دي يعني عظيمه، بس احنا عندنا نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. النقطه دي ان انا تقريبا حوالي 99% من حركه البضائع بتتم على الطرق. انا مفروض احط في بالي ان اعيد توزيع هذه البضائع، بدل ما تبقى كلها على الطرق تبقى في جزء سكة حديد وجزء نقل مائي داخلي من خلال نهر النيل، وبالتالي بخفف العبء على الطرق. لان الضغوط الكبيرة على الطرق، الشبكة اللي احنا بنيناها دي وكلفت مليارات، قد لا قدر الله يصابها شيء من الايه من يعني هيحصل شيء من الاهلاك لهذه الشبكة. عشان اعملها تاني هتكلف مليارات اخرى، ويمكن تكلفة تكون اعلى مع ارتفاع الاسعار. وبالتالي فيجب ان احافظ على هذه الشبكة بان انا اعمل موديل ان انا اعيد توزيع الحمولات ما بين الطرق المختلفة. النقطة الثانية ان هذه الطرق اللي انا عملتها يجب النظر اليها على انها محاور تنموية، مش مجرد طريق بين مكان واخر. انا صحيح ده بيسهل لي حركة الانتقال، لكن يجب ان انا استغل جانبي الطريق على انها محور تنموي. تقام مشروعات، لان انا عامل الكلام ده ليه؟ انا عامله عشان خدمة المواطن طبعا بالمقابل، عشان احسن كفاءة حركة الحركة الافراد المرورية. والبضائع. صحيح. طيب حسنا حركة البضائع، يبقى لازم يكون في انتاج، والانتاج يزيد. خليني اقول لسيادتك كمان انه الطرق دي، هل ينفع يا فندم تطوير او استخدام الطرق او استغلال المساحات الموجوده في الطرق انها تكون فعلا الجانبيه جانب الطرق؟ لا، انا اقصد ان انا لما بشقيت طرق في محاور جديده على جانبي الطريق، اصبح دي محاور تنمويه يتعمل عليها مشروعات خدميه. مش بس خدميه، خدميه عشان خدمه الطريق ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم على ان الطريق استفيد من وجود الطريق في وجود مشروعات صناعيه وتجاريه، بحيث ان يبقى خرجت من النطاق الضيق للنطاق الاوسع، واستغليت المحاور الطريق. ان الارض اللي انا بمر فيها بطريق دي ان انا زودت قيمتها وبقى لها قيمه، وما يبقاش طريق فاضي او طريق مقطوع او صحراوي، او يبقى عندي بقى محاور تنمويه جديده وبستغلها استغلال جيد. النقطه المهمه في الطرق، وده اعتقد ان دي حاجه جيده، انه النهارده احنا لما بنعمل طريق بيحسن ربط المدينه بطرق المواني والمطارات. التحسين ده بيحسن مقياس بيعمله او مؤشر بيعمله البنك الدولي كل سنتين، اسمه مؤشر الاداء اللوجستي. طب ايه اهميه مؤشر الاداء؟ لما ترتيبي في مؤشر الاداء اللوجستي يتحسن، بيترتب عليه ان اي مستثمر قبل ما بيجي دوله بيراجع ترتيبها في مؤشر الاداء اللوجستي. لو الترتيب سيء ما بيجيش. لو الترتيب متحسن بيبقى جاذب للاستثمار. طب ليه هو المستثمر بيفكر بالطريقه دي؟ لان هو عشان يعمل مشروع هيستورد ويصدر. لو الرابطه دي بين المواني مش جيده ممكن ما يجيش، يشوف مكان دوله اخرى. الحاجه المهمه واللي لازم نؤكد عليها ان مصر في مؤشر جوده الطرق تحسنت في الفتره اللي فاتت 90 درجه. كان ترتيبنا ال 118 عالميا، اصبحنا 28. تمام. وبالتالي فما تم من الاستثمارات حسن مؤشر جودة الطرق، وده بيحسن تنافسية الاقتصاد بصفة عامة. ونقلا كمان عن الهيئة العامة للطرق والكباري يا فندم، هو مصر بتقفز 100 مركز بالترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق. فخلينا نتكلم على ايه هو المؤشر اللي خاص بجودة الطرق. المؤشر ده بقى مؤشر دولي بيقاس على مستوى العالم، بيشوف الطريق مدى جودته، سهولة الحركة عليه، اتصاله بمناطق الانتاج والاستهلاك، بيوفر قد ايه في الوقت، بيراعي الاستدامه لحد فين. كل المؤشرات دي بتقاس وبتعمل بشكل فيه شفافيه على المستوى الدولي. احنا كان ترتيبنا 118 من سنتين، تقدمنا والنهارده بقينا بدل 90 درجه بقينا 100 درجه. فاذا في تحسن مستمر نتيجه التحسين اللي تم في شبكه الطرق. لكن برضو انا عايز اركز على نقطه مهمه، هو ان احنا يجب ألا نسمح للسيارات اللي بتشيل حمل أكتر من طاقة الطريق بأنها تمر عليه. ليه؟
لان لما بسمح لها بالمرور بتؤثر على جوده الطريق، وبالوقت ممكن يحصل دامج في الطريق او يحصل تخريب للطريق. مهما خدت منه غرامات لن تساوي ما سيصرفه اصلاح. فالافضل يا اما اعمل حاجه من اتنين، يا اما اعمل مسار معزول لسيارات النقل، طريق مخصص للنقل مخصص لها، وهذا الطريق يكون مرصوف بطبقه من الخرسانه بحيث انها تتحمل، مناسبه للحموله، تتناسب مع الحموله شديدة. او ان انا من الاصل امنع، لو الطريق انا مش قادر اعمل الخرسانه دي دلوقتي، من الاصل امنع مرور الاحمال الزائده. مش هفرح بيه ان انا خدت رسوم زياده وعملته غرامه، مش هتعمل لي حاجه لما اجي اعمل ايه، لن تسهم في تكاليف الاصلاح. تمام. الخطة الموضوعة لاستراتيجية التطوير يا فندم، ويمكن هي خلال 10 سنوات اشتغلت على أكثر من محور، فخلينا كده نستعرض هذه المحاور مع حضرتك، لأن احنا بنتكلم على شبكة طرق يعني أعتقد إن هي محتاجة مجهود سنوات طويلة، ومحتاج طبعا الخبرة، ومحتاج الاهتمام طبعا بالمعايير والمقاييس اللي ذكرنا جزء منها مع حضرتك. يعني خلينا برضو نستعرض هذا التطوير. هو الحقيقه زي ما اتفقنا في الاول، كان في اضافه 7000 كيلو دفعه واحده في المشروع القومي للطرق، ده على مستوى المحاور والحاجات الرئيسيه في الطرق الرئيسيه. في بقى طرق فرعيه بتتم داخل المدن وايضا داخل بعض القرى اللي في اطار برنامج حياه كريمه، ده تم فيها رصف عدد كبير جدا من الكيلوات، واعتقد انه ده نقله نوعيه لتحسين جوده الحياه في هذه المناطق. القضيه بقى ان انا كيف احافظ على هذه الشبكه اللي انا عملتها للاجيال القادمه. طيب، دي نقطة مهمة جدا هنتوقف عندها، واعتقد ان هي مسؤولية كبيرة على المواطن نفسه، الى جانب طبعا احنا بنتكلم على الخدمات المقدمة او التطوير المقدم في القرى والمحافظات، او طبعا زي ما حضرتك اتكلمت في بعض المناطق العشوائية. هنرجع نكمل مع حضرتك، ولكن اسمح لنا نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. خليكم معنا مشاهدينا. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي، شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي. عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل. روايات محفوظ وطه، رامي وسومة في سماها. روايات محفوظ وطه، رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ لسه
لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، وقبل الفصل كنا بنتكلم يا دكتور محمد على التطوير الطرق، واحنا يمكن في تطويرات كبيرة جدا في طرق المحافظات. احنا عندنا في الوادي الجديد، عندنا في طريق السويس، طريق اسماعيلية، في العلمين، المنصورة، يعني يمكن طبعا العديد من المحافظات تم تطويرها بشكل كبير جدا، وحصل توسعات كمان للطرق واصبحت ملائمه طبعا بشكل اكبر للقائدين طبعا السيارات. خلينا نتكلم عن هذا التطوير، وخلينا برضو نتكلم النقطه اللي حضرتك اشرت ليها قبل الفصل، ازاي نحافظ على هذه الطرق. انا متصور المحافظه على الطرق بتيجي من حاجه اساسيه، ان انا اعيد توزيع الحمولات بتاعه التجاره الداخليه المصريه ما بين وسائط النقل المختلفه. يعني اعتقد انه برضو ده في مخطط الوزاره، انه يزود نسبه المحمول على سكه حديد، وايضا ان نقل نهري لابد ان ياخد نصيب من هذه التجاره، بحيث انه اقلل الضغط على الطرق، وبالتالي اقدر احافظ عليها. وبعدين الموضوع الصيانه المستمره دي مهمه، والاهم ان كمان امنع الحمولات الزائده من المرور. مهما دفع غرامات، انا مش محتاج لغرامات، انا محتاج ان هو يلتزم بتعليمات حتى عشان سلامه الناس وسلامه الطرق بتاعتنا وتحسين جودتها. ان انا الحمولات المقرره قانونا هي دي اللي التزم بيها. مهما دفع غرامات مش هيعوضني على الطريق لما يبوظ. المسؤوليه هنا يا فندم بتقع على عاتق الطرفين طبعا، ولا نقدر نقول صاحب السياره او مشغل السياره قد يكون من مصلحته انه يحمل احمال كتيره عشان يتقاضى رسوم اكتر في نفس الرحله. لكن انا كدوله لازم ابقى عامل حسابي ان الطريق ده له طاقه، لا يجوز تجاوز هذه الطاقه. انا هقول لحضرتك اسماء دول جوار يمكن ما عندهاش 1/10 من الشبكه اللي عندنا، وبتمنع السيارات اللي حمولتها فوق ال 18 طن انها تمر عليها. والغريب ان قائدي السيارات المصريين لما بيروحوا يتعاملوا مع هذه الدول بياخد الحموله من مصر، هو ماشي على الطرق بتاعتنا وهو شايل فوق ال 30 طن، بيوصل هناك يقسم على عربيتين عشان هو مش هيسمحوا له بالدخول. فاذا انا هو ممكن يلتزم لو انا ما قلتلوش ادفع غرامه عشان انت عندك وزن زياده، امنعه، وتبقى في عقوبه صارمه على من يتجاوز هذه الحمولات، حرصا على سلامه الناس وسلامه البضائع وعلى انتظام الحركه المروريه، وحرصا على شبكه النقل العظيمه اللي اتعملت ونحافظ عليها للاجيال القادمه، لان انا استثمرت فيها مبالغ كبيره، عايزين يبقى لها مردود. المردود ده يجي منين؟ يجي انها شبكه قائمه مستمره بتخدم على التجاره والصناعه، وبالتالي نقدر نسترد اللي احنا دفعنا فيها. طيب المردود بقى يا فندم للمواطنين فيما يخص طبعا الطرق الخاصه بالمحافظات والتطوير اللي حادث فيها. بالتاكيد انا لما زمن الرحله بيقل، لو انا انسان حتى لو نازل اتفسح استمتعت بوقتي اكتر، قللت زمن الرحله ولو انا رايح شغل، يعني معنى كده وفرت الوقت اللي بدل ما بيضيع وقت عمل مهدر في المواصلات، انا قدرت اوصل في الميعاد بتاعي، وبالتالي في انتظام لعمليه العمل. كمان زي ما حضرتك اشرتي في الاول، ان لو في طرق مكدسه والمرور مش منتظم بيحصل عوادم سيارات كتير، دي بتاثر على الصحه العامه، بضطر اصرف عليها علاج، قد يتغيب عن العمل، فكل ده له مردود سلبي. الى جانب ان اصلا انا عندي مشكله في الوقود، في هلك الوقود وهلك حتى القطع غير السيارات، ما السياره بتشتغل طول الوقت، فكل ده عبء على ميزانيه الموازنه العامه للدوله، وعبء ايضا على ميزان المدفوعات، انا هستورد الحاجات دي من الخارج. فكل ده لازم ينظم ويبقى مأخوذ في الاعتبار، وانا يعني بشغل طرقي انا استثمرت وعايز مردود. المردود مش بس عائد من تشغيل الطرق، لا، في حاجه مهمه جدا، ان العائد الاجتماعي للطريق، ان انا لما بمشي في طريق امن ما فيهوش حوادث، ما فيهوش تلوث، يبقى كل دي لها مردود اجتماعي. تمام. لما نتكلم بقى على الجزء الخاص بالقرى والمناطق العشوائيه، اعتقد ان في نقله كبيره جدا تمت، خصوصا طبعا المناطق اللي تم التوصيه او اللي بتشمل طبعا مبادره حياه كريمه.
هو الحقيقه طبعا ده يعني ان احنا بندي الناس حقهم في الحياه الادميه، بنوصل الخدمات الرئيسيه للطرق للمناطق اللي هي عشوائيه والقرى. ده معناه ان انا يد الدوله شايفه المواطن الفقير واحتياجاته ايه، وبيحاول ينقله نقله حضاريه، ان يبقى عايش في مكان ادمي بياخد حقوقه، وبيوصل له خدمات الرئيسيه للدوله زي الكهرباء والميه والطرق. وده اعتقد من الحقوق الاقتصاديه للانسان، ان الدوله بتبدا ترعى هذه الحقوق وتوصلها للمواطن المستحق لها. نقدر نقول يا فندم قد ايه تم من تنفيذ الخطه الموضوعه منذ عام 2014 لغايه النهارده، وان شاء الله باذن الله طبعا احنا شايفين الانشاءات والتطورات ما زالت مستمره ولسه ما زال التنفيذ لهذه الخطه في مرحله مقبله. انا بعتقد انه نسبه كبيره جدا من الخطه الموضوعه تم تنفيذها، ولكن انا شايف انه حتى كل ما بنوصل للافاق اللي احنا عايزينها بنطور المستهدفات. يعني ده موجود على مستوى كل قطاعات وزاره النقل، لما بيوصل للمستهدف اللي هو عايزه يعمله بيرفع المستهدف عشان يحقق الاكثر في اكثر من قطاع. يمكن انا ليا ملحوظه ان في بعض القطاعات حتى ما تم تحقيقه يفوق الاحتياج. واعتقد لسه في كمان خطه يعني اكتر من خطه موضوعه. المميز في الموضوع او الايجابي في الموضوع هو ان التطوير بيتم على على نطاق واسع وبالتوازي. بالظبط صحيح. يعني احنا عندنا في رؤيه 2030 موجوده، انه عايز يحقق مستهدفات معينه. يمكن في قطاع النقل من القطاعات القليله في مصر اللي تم تحقيق معظم المستهدفات اللي كانت مطلوبه في اطار 2030. بنأمل طبعا الفترة المقبلة إن شاء الله يتم تنفيذ هذه المشروعات والخطط الموضوعة من أجل تطوير استراتيجية النقل في مصر. ولو حضرتك حابب تتكلم عن هذه الرؤية الموضوعة مستقبليا إن شاء الله تحب تقولي. الحقيقة الرؤية يمكن اتسعت لأنها تبقى شاملة كافة قطاعات النقل، من نقل بحري لبري لسكة حديد، ايضا لو اتكلمنا عن المراكز اللوجستيه والموانئ الجافه والموانئ البريه، ففي عدد كبير من كل قطاعات النقل تقريبا في شموليه كامله تم. والحقيقه ده يمكن كان موافق لدراسه كانت عاملاها الجايكا لمصر، وكانت عامله مستهدفات ان احنا نحقق هذا الكلام يمكن على مدى زمني اطول. الجديد انه هم بيحاولوا يسرعوا بتنفيذ هذه الخطة اللي موضوعة في إطار جايكا. جايكا دي هيئة المعونة اليابانية، كانت عاملة دراسة مستفيضة على ماستر بلان للنقل كله في مصر، واللي حضرتك شايفاه من المشروعات كل ده مخطط له سابقا، لكن هم كانوا عاملينه على نطاق زمني أطول شوية. الجديد إن احنا الوزارة أو القائمين على رئاسة الوزارة والوزارة شافت إن ده يتم الاسراع بتنفيذه. تم تحقيق العديد من المشروعات قبل حتى قبل المدى الزمني اللي المده رسمته الموضوعه ليها الخطه. نعم. كويس جدا. احنا بنتكلم طبعا واحنا بنتكلم وبنقول التطوير يعني في كافه القطاعات النقل. نعم. النقل البري والنقل البحري ايضا. يعني خلينا نتكلم على التطوير اللي حادث فيهم سريعا برضه عشان وقتنا يا فندم. بالنسبه للنقل البحري اعتقد في قطاع الموانئ حاجه مميزه جدا. النهارده أضيف موانئ جديدة ما كانتش موجودة من قبل، نذكر منها على سبيل المثال ميناء أبو قير وجرجوب. وأيضا الموانئ القائمة والقديمة تم عمل توسعات كبيرة جدا فيها. يمكن السخنة أضيف ل 18 كيلو أرصفة جديدة. ميناء اسكندرية في رصيف تحيا مصر اللي هو بتستقبل سفن متعددة الأغراض. وايضا في مشروع اللي هو ميناء اسكندريه الكبير بيضم يعني ميناء الماكس اللي هو كان فاصل، كان ميناء صيادين بيفصل بين ميناء اسكندريه وميناء الدخيله، فبدا بيعملوا كميناء اسكندريه الكبير يبقى اكبر ميناء في المتوسط، وهيبقى ميناء ضخم جدا. دمياط ايضا شهدت تطوير كبير، يعني ما فيش ميناء من الموانئ القائمه ما شهدتش تطوير، ويمكن في موانئ استحدثت زي طابه، وطبعا العريش تم تطوير كبير. هقول بعض الارقام في مجال الموانئ عشان حضرتك تعرفي ما تم فيها. احنا كنا بنتداول
او طاقه المواني عندنا في مصر كانت 8 مليون حاويه في السنه سنه 2010. وصلت النهارده 25 مليون حاويه، ومستهدف ان يوصلها ل 40 مليون حاويه بحلول 2030. على مستوى البضائع العاديه احنا كان طاقه المواني عندنا 170 مليون طن في السنه، النهارده وصلت 370 مليون طن سنويا، وايضا مستهدف انها توصل 400 مليون بحلول 2030. كويس. بس انا في تقديري ان ده اكتر كتير مما تحتاجه التجاره الخارجيه المصريه. فده طاقات ضخمه جدا معموله مسبقا. انعكاس ده ومردوده على الاقتصاد المصري يا فندم. هو المفترض ان انا استثمر هذه الطاقات في ان انا احول مصر زي احد المستهدفات الموجوده لمركز تجاري ولوجستي عالمي، وبالتالي اللوجستيات ممكن تبقى صناعه المستقبل في مصر، وانها ممكن تحل كتير من مشاكل مصر الاقتصاديه، انها بتساعد على ان انا ازود مواردي من النقد الاجنبي، بتساعد على ان انا استقطب صناعات كبيره، وايضا موردي خدمات اللوجستيه الدوليين ممكن يتوطنوا في مصر، بالاضافه انها بتعمل تسهيل للتجاره الدوليه، ان انا اقدر قدرتي التنافسيه في الصادرات تزيد. فاعتقد ان دي جوانب مهمه يجب ان احنا نركز عليها. هل تم طرح او مناقشه هذه الافكار اللي ممكن تنهض بالاقتصاد فعلا في مصر؟ فندم، احنا عندنا المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس لوحدها مستهدف انها تبقى جزء من تحول مصر مركز لوجستي وتجاري عالمي وصناعي ايضا. هذا انا في تقديري هذا المشروع قادر على انه يحل كل مشاكل الاقتصاد المصري لو انه اكتمل كمشروع، وقادر ان يدعم الميزه التنافسيه لقناه السويس ايضا. فاعتقد انه ده مشروع قومي يجب ان احنا نركز عليه الفتره الجايه، واحد المستهدفات اللي الدوله حطاها انها تتحول لمركز تجاري ولوجستي عالمي، وانها تكون مركز اقليمي لتجاره الترانزيت. هذه الامور احنا عملنا البنيه التحتيه للنقل بشكل جيد، يتبقى معنا البنيه الفوقيه للوجستيات. هي دي الباقيه اللي تستقطب المستثمر اللي هيشتغل في اللوجيستكس واللي تحولني فعلا لمركز تجاري ولوجستي عالمي. البنيه التحتيه مؤهله مؤهله وبزياده. فاضل لي البنيه الفوقيه، انا محتاج بقى ان يكون في تخطيط، رؤيه. يعني النهارده في تنافس ما بين جهات مختلفه عن اللوجستيات في مصر. يجب ان يكون في صاحب للوجستيات، يبقى في زي مجلس اعلى للوجستيات وليكن تحت رئاسه الدوله، بحيث انها تديله البوش اللازم للانطلاق. كمان لازم يبقى في جهاز لتنظيم المهنه نفسها، وايضا ان احنا التدريب للناس العاملين في هذا القطاع يبقى بالمستوى الدولي. فدي الجوانب اللي احنا يجب ان احنا نشتغل عليها. برضه في بعض التشريعات زي ان انا عايز اعمل ترانزيت، فانا محتاج ان يكون عندي منظومه نقل متعدد الوسائط. منظومه نقل متعدد الوسائط محتاجه تشريع عشان اعترف بالنقل متعدد الوسائط كمنظومه. فده دي حاجات مؤسسيه ممكن تتم بسهوله. يعني مش عايزه نغفل برضو تطوير السكك الحديد، لان برضو تم تخصيص يعني ميزانيه وتطوير كبير ليها في السنوات اللي فاتت، ويعني بتشهد الحقيقه تطويرات عديده. هو الحقيقه السكه حديد التطوير فيها خد اكتر من محور. المحور الاول هو السكه الحديد القائمه، طور نظم الاشارات اللي فيه وحدث العربيات وحدث مسار السيارات القطارات، وفي نفس الوقت بقى عندي قطار كهربائي سريع لاول مره، وماشي في مسار مختلف عن المسار اللي ماشي فيه القطار الاصلي او السكه الحديد الاصليه. فانا عندي اول مسار للقطار الكهربائي السريع من السخنه للعلمين ثم ممتد المطروح. ده اول يعني مسار، وده المسافه بتاعته تقريبا 675 كيلو. وفي نفس الوقت عندي مسار اخر لهذا القطار 1100 كيلو هيطلع من اكتوبر غرب النيل لاسوان ثم ابو سمبل. وايضا في مسار اخر
بيربط بين سفاجة والغردقة، قنا سفاجة الغردقة. فإذا أنا عندي الإجمالي المسارات دي يتجاوز 2000 كيلو. بالتالي فده تحول نوعي إن يكون عندي قطار سريع. والسكة الحديد بصفة عامة كاقتصاديات ما بتكسبش من الركاب، لكن طيب يعني تكسب من نقل البضائع. فالامل كبير ان احنا نستعين بهذه السكه في ان انا انقل بضائع، لان في حاجه بيستخدموها في الدول الاخرى ما تسمى بالاعانه التقاطعيه. يعني ايه الاعانه التقاطعيه؟ البضاعه تقدر تدفع مبالغ كبيره، وبالتالي الراكب ما يقدرش يدفع نفس المستوى. فانا ممكن اكسب من قطاع البضائع وادعم بيه قطاع النقل، يبقى المرفق بيكسب لكن في نفس الوقت ما حملتش على الراكب تحميل كبير. صحيح. وانا سعيده بالمعلومات اللي حضرتك بتقول لنا عليها، وكرجل اقتصاد ايضا يعني سعداء بتشريف حضرتك لينا في حلقتنا. بشكر حضرتك جدا الاستاذ الدكتور محمد علي ابراهيم، العميد الاسبق المؤسس لكليه النقل الدولي. ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى مع حضرتك، محتاجين نتكلم بالتفصيل اكثر عن العديد من الملفات الخاصه بتطوير استراتيجيه النقل في مصر. وشكرا لحضرتك. يسعدني وشرفني اكون معاكم دايما ان شاء الله. شكرا يا فندم، وبشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعة. استنونا إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة وبرنامجكم تحيا مصر.